أيوة، الأربعينية المطلقة اللي عمرها ما كانت تتخيل أبدا إن كل اللي في حياتها ده يحصل، مهما كان أي حد قال لها أو أكد لها إن في حاجات كتير أوي هتحصل لك بسبب إن كل آرائك في حياتك غلط. بس اللي حصل لها بعد كده فعلا محدش يصدقه. حرفيا الدنيا دي غريبة. صاحبة القصة بتقول اسمي سميرة، عندي دلوقتي زي 35 سنة. عمري ما تخيلت اللي حصل من جوزي ده يحصل لي في يوم من الأيام، ولكن اللي حصل ده كان درس ليا كبير، وقدرت اخد من الدنيا كل اللي أنا عايزاه، وكفاية إني بقيت متحررة. صاحبة القصة دي يعني قصتها ممكن نكون بنسمع عنها كتير جدا، ولكن هي في بعض الحاجات كتير قوي مختلفة. بتقول إن أنا الصغيرة على 4 بنات، وكل اخواتي البنات اتجوزوا، وكنت أنا اللي فاضلة عشان كانوا بيقولوا إن أنا مش جميلة قوي. فطبعا عندنا البنت اللي بتقعد أكتر من 18 سنة لو دخلت على 20 من غير ما تتجوز، عايزة أقول لكم حرفيا بيقولوا عليها كده إن غير مرغوب فيها، وإن هي وحشة، وإن هي محدش بيتقدم لها ومش عايزة. فحرفيا بتعيش حياة صعبة جدا جدا. فما بتقدرش تستحمل أي بنت في الدنيا، وما بتقدرش تستحمل الكلام ده، فبتضطر إن هي توافق مع أول شخص ممكن يكون راغبها أو بيتقدم لها. وفعلا أول شخص تقدم لي وافقت عليه. ظروفه كانت وحشة جدا. هدخل في أوضة مع والدته في نفس الشقة، والدور أرضي، يعني ما كانتش حتى شقة في مكان كويس أو كده. ولكن طبعا هو ما عندوش أي شغل، ولكن أنا اضطريت إن أنا أوافق عشان أهرب من الكلام الوحش اللي أنا بسمعه اللي مش قادرة أتحمله. وافقنا، وفعلا جاب لي شبكة بسيطة جدا جدا، ولكن أنا حاولت أتظاهر قدام الناس إن أنا عشان بحبه وكده مش مشكلة بالنسبة لي، وقعدت أتكلم كلام من ده. ولكن الحقيقة إن ما كانش فيه لي أي حب أو أي حاجة من الكلام ده خالص، وإن الموضوع بالنسبة لي كان مجرد هروب من واقع مش عايزة أعيشه. وفعلا بعد فترة اتجوزنا. أهلي جهزوني، وهو كمان حاول على قد ما قدر. جاب لي أوضة نوم جديدة، وكمان وضب الشقة على قد ما قدر، لكن طبعا مش أحسن حاجة. وفعلا اتجوزت كده سكيتي زي ما بيقولوا. رحت الكوافير والفستان، وهو جه أخدني وروحنا البيت. كنا الأهل والقرايب وأكتر من كده مفيش. وبعد كده مشينا. عايزة أقول لكم إن دي كانت جوازة كده من أصعب الجوازات، ولكن أنا اضطريت إن أنا أوافق زي ما قلت لكم عشان بهرب من شيء تاني. مشيت الدنيا، ولكن أنا قررت إن أنا ما بحبش إن حد يبصلي نظرة قليلة، وحلفت إن أنا لازم أغير من كل حياتي. لكن دايما القدر بيكون هو أقوى من الإنسان مهما يكون ذكي، مهما يكون بيحاول إن هو يعني يغير من مصيره أو من حياته. اللي حصل لي فعلا عمري ما كنت أتخيل إنه ممكن يحصل. وفي يوم قررت إن أنا أعمل مشروع. المكان اللي أنا قاعدة فيه الدور الأرضي كان عبارة عن 3 أوض، أوضة لحماتي وأوضة ليا، وكان في أوضة فيها الخزين وحياتنا وأكلنا وكده، وسرير صغير. المهم قررت إن أنا أفتح الأوضة دي على الشارع وأعملها نظام محل. والمشروع بتاعي قررت إن أنا أعمل سوبر ماركت فيه كل شيء ممكن تتخيلوه، حتى الأدوية. إحنا بلد ريف متطرفة، يعني الناس اللي عايشة فيها الكتير قوي دي بتبقى في احتياج يوميا السلع والعلاجات في وقت متأخر، والحاجات الكتير قوي ديت اللي مفيش استغناء عنها. وفعلا جوزي في الأول كان رافض وقال مفيش فلوس. لا، أنا قلت، لكن أنا قلت له أنا هعمل قرض كبير وهقدر إن أنا أتعامل. كانت عمتي عندها دكان بقالة صغير كده، وكانت بتتعامل مع ناس وممكن تساعدني. وفعلا رحت لها وقدرت إن هي تعرفني على ناس تنزل لي بضاعة، ودفعت لهم جزء من المبلغ، وبقية المبلغ مضت لهم على شياك عشان يبقوا ضامنين حقهم. وبدأت إن أنا أتعامل، وجبت بضاعة من كل الأنواع، وحرفيا مليت المحل من كل ما ممكن يخطر على بال أي حد. كنت بصحى كل يوم من الساعة 6، ما بقفلش غير الفجر. كنت بنام يا دوبك هما 3 4 ساعات، وكنت بصحى تاني.
وكانت معاملتي حلوة جدًا مع كل الناس وما كنتش بازعّل أي حد حرفيًا، أي حد محتاج أي حاجة في أي وقت ما كنتش باقول له لأ، لإن الأساس النجاح هو محبة كل الناس اللي حواليك، ولازم إنك أنت تكون معاملتك كويسة. طبعًا كان في ناس كتير جدًا مش صادقين معايا، كان اللي بيتحاسب على الشهر واللي بيتحاسب على الأسبوع، يعني يسحب كل احتياجاته، وأنا كنت باعرف إزاي إن أنا بالطريقة أأيّد المستحقات بتاعتي. كنت باكتب بس زي ما قُلت لكم على قدّي جدًا، وفي القراية برضه على قدّي، كنت في بعض الأحيان باستعين بجوزي، وبعض الأحيان كنت بامشّي نَفْسي. ومشيت الدنيا على كده والخير كتر وبقى كتير وما كنتش مصدقة نفسي إن بعد كام شهر 3، 4، 5 شهور هيبقى معايا المبلغ الكويس وناكل أحسن أكل وبنشرب وبنصرف ومش محتاجين حاجة أبدًا ودي كانت أهم حاجة. وفعلًا بعدها بدأت إن أنا أسدد القرض بتاعي جزء في جزء لمّا خلّصته خالص، وبدأ الدخل اللي بييجي لي بقى ليّا أنا بس، وبدأت أموري تتحسن وكان كل مبلغ بييجي لي مكسب كنت على طول باروح أجمّده في قطعة دهب. عايزة أقول لكم إن أنا بدأت إن أنا أتعرف أكتر ويبقى في مصداقية معايا أكتر، كنت باجيب الحاجة المناسبة للزبون اللي هي حلوة وفي نفس الوقت مش غالية عليّا إنها تقدر إن أنا يكون ليّا فيها مكسب. وفي نفس الوقت أحافظ بالحاجة ديّة على طعمها برضه تكون كويس للزبون، ومشيت الدنيا على كده فعلًا، ونجحت وبقيت يعني ناس كتير بتثق فيّا، وبقيت بنتعامل وبدأت الأمور تزيد معايا الخير واحدة واحدة. أول حاجة بدأت أفكر فيها إن أنا أول ما بقى معايا مبلغ مناسب إن أنا أبحث عن شقة، لإن كنت عايزة أحسّن من مستوايا قدّام أهلي وكل الناس اللي بصّت لي بنظرة قليلة. كان نفسي إن أنا يبقى ليّا شقة حلم أي بنوتة وأوضّبها وأفرشها على ذوقي ومزاجي، وفعلًا شُفت شقة في مكان كده مناسب ولكن الصراحة هي ما كانتش كبيرة أوي، كانت أوضتين بس أنا بقى وضّبتها وكده، بس جوزي أقنعني وقال لي: "لو نقلنا فيها دلوقتي وسِبنا والدتي أول حاجة ما ينفعش إن إحنا نسيبها، تاني حاجة لإن سِنّها كبير وتعبانة، وتالت حاجة أنتِ كده مشروعِك اللي تعبتِ فيه حرفيًا هي يعني مش هتعرفي تعوّضيه، وإن إحنا لو مشينا مش هيبقى في دخل زي ما موجود دلوقتي." المهم اقتنعت بكلامه وقال لي: "أجّريها." وفعلًا أجّرتها وبقى يدخّل لي منها دخل وفي نفس الوقت قاعدة في بيتي. بدأت الأمور تتحسن معايا، في الوقت ده كان بقى لي متجوزة حوالي سنتين وما جبتش لسه أطفال. وما رُحتش الصراحة لأي دكتور لإن كمحبة يعني بيني وبين جوزي ما فيش أوي، ولكن هو شخص كويس، أنا طول الوقت باسعى إن أنا أكون ملتزمة وأكون إنسانة كويسة، لكن الحقيقة عمري ما عملت مشاكل أو اتحط هو في اختبار ينحكم عليه منه إنه بيحبني أو لأ. ومن هنا مشيت الدنيا وبعد سنتين كانت المفاجأة طبعًا كنت حامل في الوقت ده كان معايا مبلغ حلو أوي. آآ بِعت الشقة وكسبت فيها رزق واسع، وبعد كده كبّرت الشقة وجبتها في مكان أحسن وبرضه أجّرتها، لكن المفاجأة إن أنا لمّا حسيت إني تعبانة ورُحت أكشف عند الدكتور اتفاجئت إن أنا حامل في 3 توأم. الموضوع بالنسبة لي كان صدمة حقيقية ورُحت لأكتر من دكتور أكد لي فعلًا الخبر، ومن هنا بدأت يعني كل ما الحمل يزيد كل ما أحس إن أنا تعبانة، والدكتور أكد عليَّ إن أنا ما اتحركش من السرير لإن المجهود خطر عليَّ بدأ جوزي هو اللي يقف في المحل بدالي لإنه حرفيًا كان بيشتغل، بس أنا قُلت له: "لازم تسيب شغلك وأنت اللي تبقى واقف عشان بدالي وكده." جوزي ما كانش يعرف أي حاجة عن دخلي ولا شغلي الصراحة، كنت دايمًا محافظة على خيري وما فيش حد عارف عني حاجة. طبعًا في الوقت ده أنا كنت تعبانة جدًا وملخومة بالأولاد، ولكن كانت بعد ما وضعت يعني كانت مدة الإيجار بتاعة الناس خلصت وكنا عايزين نجدد العقد وجوزي طلب مني إن أنا أروح أمضي عقد جديد مع ناس جداد، وفعلًا رُحت وأنا في القراية بسيطة جدًا يعني ممكن واثقة في جوزي طبعًا فماشية وراه، فرُحت مضيت عادي و الصدمة اللي حصلت بعد كده فعلًا ما كنتش أتوقعها إن ده مش عقد إيجار ده عقد بيع لجوزي أصلًا. وده اللي حصل لي بعد كده بقى وعرفته بعد سنين طويلة يعني تخيّلوا!
في الوقت ده طبعًا ربيت في أولادي وكنت دايمًا سهرانة معاهم بطريقة قوية، أول 5 سنين كانوا أصعب 5 سنين في حياتي وعمري كله. طبعًا جوزي عارف قد إيه المحل بيدخّل مكسب وكده، ولمّا قُلت له إيه رأيك إن إحنا نروح نفرش الشقة دي ونوضبها ونقعد فيها، لكن هو الصراحة قال لي أقنعني يعني إن إحنا ما ينفعش نمشي، كانت حماتي في الوقت ده اتوفت بقى لها فترة، قال لي: "أنا عندي حل ليكِ أفضل وضّبي الشقة هنا زي ما أنتِ نِفسِك وجهّزيها وافرشي كل حاجة جديدة." وطبعًا في أوضة للأولاد وأوضة لينا، وفي نفس الوقت مشروعنا ناجح وبيكسبنا فلوس حلوة جدًا، ويقدر إن هو يبنينا ويبني أولادنا واصبري شوية على الشقة. في الوقت ده أقنعني بكلامه فعلًا، وفعلًا عملت زي ما هو قال لي، وضّبت المكان وفرشته أحسن فرش ومشيت الدنيا على كده، ولكن الصراحة وكانت الصدمة بالنسبة لي إن حسيت كده إنه متغيّر زيادة عن اللزوم في فترة، بقى مقصّر في الفلوس جدًا بتاعة المحل، وبعد المحل ما كان بيكسب فلوس كتير، لقيت الفلوس بتاعته حتى مش مغطياه، وإن الدنيا مش مضبوطة خالص، بدأنا إن إحنا نخش في خناق مع بعض، والدنيا مش مضبوطة، وقررت إن أنا أروح أشوف الناس اللي في الشقة دُمّة يعني هو غيّرهم والّا لأ، لإنه كان بيقول إن في ناس قاعدة من غير عقد وكده، لمّا سألته قُلت له: "المفروض إن المدة بتاعة الناس خلصت." فقال لي: "ده في ناس كويسين عايشين في شقة من غير عقد وكده." المهم إن أنا قررت في يوم إن أنا أروح وأشوف الشقة بتاعتي، وفعلًا كانت الصدمة الكبيرة بالنسبة لي إن أنا لقيت جوزي متجوّز في الشقة بقى له أكتر من 3 سنين. وطبعًا متجوّز واحدة ما بتخلّفش ما عندهاش أولاد، ولكن جميلة جدًا، جدًا، واتصدمت لمّا عرفت منها في الوقت ده إن هو بقى له أكتر من 3 سنين متجوّز، وإن هي قالت لي بصراحة وما خبّتش عليَّ بعد كمان ما عرفت واتأكدت إن أنا مراته. طبعًا رُحت وقفت له على الطلاق، وكان الموضوع بيننا حرفيًا صدمة، طبعًا في الوقت ده كان قلبي جامد، لإن عندي شقتي وهاسيب له بيته وهاخد ولادي وهاقدر أعيش، وكان معايا في الوقت ده كمية من الدهب قُلت إن أنا هابيعها وأقف على رجليّا وأعمل مشروع تاني، وزي ما اتوفقت في الأول أتوفق في التاني، لكن دايمًا الإنسان بيبقى حاسس حاجات كتير جدًا غلط ما يبقاش عارف إيه الواقع اللي مستنيه. وفعلًا لمّا طلبت منه الطلاق قال لي: "تبريني من كل حقوقِك." وفعلًا عملت كده لإن حرفيًا حسيت إن أنا مش طايقاه، ولمّا قُلت له: "تاخد الست بتاعتك عشان هانقل في شقتي." قال لي: "أنتِ ما لكيش عندي شُقة لإن الشقة باسمي وأنتِ بايعاها من زمان." حرفيًا كان الموضوع ده بالنسبة لي صدمة عمري، وما بقيتش مصدقة نفسي، وقُلت له: "أكيد كداب." وفعلًا ورّاني العقد وما قدرتش آخده منه وطردني برّه وكمان معايا الولاد. حرفيًا ده كان الموقف اللي حصل منه ده نزّله من نظري كتير جدًا، وعرفت قد إيه كنت يعني إنسانة مخدوعة، وبقيت مش عارفة أروح فين، اضطريت أروح أقعد عند أختي بالولاد في الوقت ده، ولكن الصراحة جوزها ما كانش يعني مرتاح وكمان ما لوش الرغبة لوجودنا، حاولت إن أنا أشوف مكان إيجار أقعد فيه أنا وولادي، وفعلًا بِعت كمية الدهب اللي معايا ما كانتش كبيرة، ولكن جِبت شقة إيجار ودفعت تأمينها، واشتريت كمان كام حتة عفش ووضّبت حياتي، لكن حرفيًا عَبَل يعني أمّا خدت توضيب للحياة وكده، عايزة أقول لكم إن كل الفلوس اللي معايا خلصت، وما بقاش معايا إلا جزء صغير جدًا، وبقيت مش عارفة أعمل إيه. في الوقت ده طبعًا كان في راجل مُسِن فوق مننا، في الوقت ده كانت مراته حصل بينه وبين مراته خلافات بسبب بنته، بنته ما كانتش مرتاحة في حياتها وعايزة تتطلق وتتجوز من شخص بتحبه، ولكن الشخص اللي هي كانت متجوزاه ما كانش غريب، كان ابن أخو آآ زوجته يعني، يعني من الآخر كده بنتهم كانت متجوزة ابن خالها، فطبعًا هي إزاي إن هي تسيب ابن أخويا وحصل بينهم خلاف، فطبعًا الست سابته وراحت قعدت عند أهلها هو قعد لوحده والبنت فعلًا اتطلقت واتجوزت وبقت ما بتجيلوش غير من وقت للتاني، لقيت حياته كلها الصراحة صعبة جدًا، إحنا اتعرفنا على بعض بالصدفة لإنه جارنا اللي في الوش. هو طبعًا عايش تمليك من سنين، ولكن
بعد كده بقيت أسيب بعض الأحيان الولاد بيروحوا وييجوا عليه لإني كنت حرفيًا بادوّر على شغل واضطريت إن أنا أنزل أشتغل في السن ال40 ده. عايزة أقول لكم إن من كتر الإرهاق والتعب صحتي ما بقتش جايباني، وأنا صغيرة كنت حاجة ودلوقتي حاجة تانية، اتبهدلت حرفيًا والدنيا بهدلتني بطريقة فظيعة، وفي وسط كل ده مقدرش أقول إحساسي كست كان دايمًا غالبني ودايمًا كان إحساس عالي، ودايمًا كنت بادوّر برضه على الحاجات اللي هي تريحني. حاولت على قد ما أقدر إن أنا أموري تتأقلم وأمشي وأقف على رجلي من أول وجديد، لكن حرفيًا الموضوع كان صعب جدًا. لقيت الراجل ده بيعرض عليا الجواز وبيقولي إن أنا مقابل ده هكتبلك الشقة تعيشي فيها انتي وولادك. الصراحة وافقت، كنت بقول اهو زوج وخلاص ومش مشكلة، واهي الدنيا مشيت اهو يبقى معاشه حتى بيصرف علينا والشقة تبقى ليا انا والاولاد، ومن الاخر كده مبقتش قادرة وخلاص. ولكن صدمني حرفيا بعد الجواز لقيته شديد جدا جدا، يعني صحته حلوة ومش باين على سنه وعلى شكله ان هو ما شاء الله عليه كده قوي وزي الفل. يعني الموضوع كان يعني صدمة بالنسبة لي، كنت مبسوطة جدا لإني لقيت كل احتياجاتي وكل حاجة أنا كنت عايزاها بطريقة يعني غير متوقعة. وفعلا بس الحلو ما بيكملش زي ما بيقولوا. بعد أول 3 سنين كان الولاد بدأوا يكبروا ويشدوا حيلهم، ولكن المشكلة إن هو سابني، تعب فجأة وتوفى. فطبعًا من هنا طبعًا الشقة باسمي لكن مبقتش قادرة على بنته وجوزها حرفيًا كانوا تاعبيني جدًا وعملوا معايا مشاكل، وأنا ما باحبش المشاكل ووجع الدماغ وما بقيتش عارفة أعمل إيه، وكل يوم ييجوا يعملوا لي هنا مشكلة، وطبعًا أنا مش عارفة أعمل معاهم إيه. حاولت كتير جدًا إن أنا أستعين بناس تقف معايا وكده، لكن ما كانش في أي حد ممكن يسيطر عليهم أبدًا، وكل اللي هم عاوزينه إن أنا أسيب الشقة. مش عارفة أعمل مع الأولاني إيه ولا أعمل مع الظروف اللي حصلت لي مع التاني إيه، قد إيه ظروف الحياة الإنسان ما بيبقاش متوقع ممكن إيه اللي يحصل له فيها، وبتبقى كل حاجة حرفيًا فيها صعبة جدًا. عايزة أقول لكم إن أنا نفسيتي مش عارفة أتصرف، مش واثقة في أي تصرف. هتقولوا لي ما تروحي من ساعة والدي ووالدتي ما اتوفوا وأنا ما أعرفش حاجة، حتى اخواتي كل واحدة فيهم في حياتها وجوازهم ما بيطيقوش حد يروح عندهم وكل واحد شايل مشاكله ومفيش حد، يعني مفيش حد خالص، وأنا في نفس الوقت ما بقتش قادرة والمشاكل بتاعة الحياة كتير جدًا. حاولت طبعًا إن أنا أعمل الأوراق المطلوبة وأعمل فيهم محضر وكده، لكن الصراحة برضه ما كانش في أي نتيجة. الموضوع حرفيًا بدأ يزيد كل يوم عن التاني، وبدأت إن هي كل يوم تيجي وتضايقني، وأنا مبقتش عارفة أعمل إيه. لو حد عنده فكرة أو حل ممكن يقولي أعمل إيه.